بقى كتير أوي ييجي لك مخصوص يقول لك أنا عايز أعمل تجميل أنف لإن شكلها مش حلو في الصور. الناس بقت مهتمية جدًا بالسوشيال ميديا، بقت مهتمية جدًا إن هي تصوّر نفسها، عايزة تشوف نفسها في أحسن صورة. فبقى كتير أوي يعني ييجي لك مخصوص يقول لك أنا عايز أعمل تجميل أنف لإن شكلها مش حلو في الصور، أو جسمي مش حلو في مش عشان التصوير. احتياج، لأ ده علشان لأ، بس الشكل عشان يبقى ما حلو. هو عايز يبقى دايمًا في أفضل صورة. إمم. يعني السوشيال ميديا خلّت الناس دايمًا عايشة حياتها على السوشيال على ميديا أكتر السوشيال ما هي ميديا. عايشة على الحقيقة. صح. فده أحد الأسباب اللي خلّت عمليات التجميل زادت بصورة كبيرة يعني. يعني زمان يا دكتور كانت الناس بتلجأ لعمليات التجميل عشان فعلًا هم عندهم مشكلة معيّنة في الأنف، في النَفَس، فكانوا ده احتياج أوي لده، لكن دلوقتي ابتدوا يلجأوا للحاجات دي عشان بس الشكل يبقى كويس، أبقى ترند، يبقى شكلي حلو في الصور، بالضبط يعني فالإقبال زيادة بسبب بالضبط، كده. الإقبال زاد جدًا، فعلًا ما عادش يعني ممكن حد يبقى أنفه برضه مش محتاجة مش للدرجة دي. محتاجة عملية، بس هو عايزها أفضل. إمم. يعني هو أحسن ممكن شكل. عايزها أفضل. حد عايز جسمه كويس بس برضه عايز الأفضل. فده كل ده من تأثير من السوشيال ميديا تأثير طبعًا. السوشيال ميديا.